السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هناخد درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان الفلسفة أخلاقيات المهنة. في البداية عايزين نعرف قيمة العمل في نهضة الأمم. هنلاقي إن العمل هو شرط أساسي لنهضة الأمم وتقدمها الحضاري، فالأمم والمجتمعات بتتطور وبتنهض وفقا لعدة أمور، منها احترام العمل، تطور نظم العمل، واستغلال طاقات وملكات الأفراد بأفضل الطرق الممكنة. هنلاقي إن الإنسان مضطر للعمل من أجل ترويض الطبيعة واستغلال خيراتها لسد احتياجاته ومطالبه المتعددة. لا يكتفي الإنسان بقوة يديه وعضلاته في عمله، ولكنه في حاجة ملحة للاستعانة بالتقنيات الحديثة. مثال على كده زي الإنسان اللي بيعمل على تحويل الحبوب زي القمح والشعير والذرة لدقيق ومخبوزات، وبيحول الحديد عندي لسيارات وطائرات، وده من أجل سد حاجاته والاستعانة بالعديد من الآلات. لو جينا نشوف ايه هو مفهوم الأخلاق المهنية، هنلاقي ان في ظهرت عدة تعريفات متعددة للأخلاق المهنية، منها ان هي مجموعة القواعد الأخلاقية اللي بتحكم أفراد المهنة الواحدة، وبتستمد من الأخلاق العامة بما تشمله من عادات وقيم وتقاليد وقواعد الأخلاق العامة. مثال على كده زي مثلا أخلاقيات المعلم اللي يجب عليه اتباعها والالتزام بها في تأدية عمله وفي تعامله مع الطلاب وأولياء الأمور، زي الأمانة والنزاهة وحب العمل والتفاني فيه. فالأخلاق المهنية عندي بتتأثر بكافة عناصر البناء الاجتماعي من ناحية، وبطبيعة المهنة من ناحية أخرى. فهنلاقي مثلا عندنا اللي هي طبيعة أخلاق المهنة، في منها ما هو عام وفي منها ما هو خاص. لو جينا نشوف اللي هو العام أو القواعد العامة زي الالتزام بالنزاهة والأمانة والصدق، لكن بما هو خاص أو ما هو خاص زي مثلا أخلاقيات الطبيب، زي الالتزام بقواعد الطب وعدم إفشاء أسرار المريض وهكذا، من أخلاقيات خاصة. واللوائح والقوانين نفسها بتستمد من الأخلاق المهنية السائدة والمعترف بيها.